سلام بنات، هذا أول إبيزود من البودكاست ديالي Talk with Maru. If you are new here ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو سبسكرايب باش يوصلكم أي جديد يوصلكم لي فيديو جداد. I will be posting every Wednesday إلا قديت، سينا غادي يكون ان ديماش. دونك I will try my best باش نبقى أجور معاكم. واليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو زوين بزاف، اللي واحد الموضوع اللي فريمون البنات انتريسي بيه، بيان سور غيكونوا انتريسي بيه باسكو كي واحد الموضوع اللي كيمس كل واحد ونفسه. ما نطولش عليكم، الموضوع ديال اليوم هو the woman you wanna be، المراه اللي بغيتي تكونيها في الفيتور. بيان سور حنا عارفين باللي في البدايه ديال كل سنه كنحطوا واحد الفيجن بورد ديالنا. هذيك الفيجن بورد كيكونوا فيها كاع الاهداف اللي باغي نوصلوا ليهم في هذيك السنه، يكونوا فيها الاهداف اللي حنا كنطمحوا كنبغيو نحققوهم في هذيك السنه. بيان سور ما بين هاد الاهداف هادو كنبغيو نغيروا من راسنا، كنبغيو نكونوا احسن من النسخه اللي دازت قبل. بحال مثلا نقولوا بلي انا النسخه ديالي ديال 2024 ما كانتش مقنعاني على 100%، كنحط واحد النسخه جديده اللي غادي نخدم عليها في 2025 مثلا، اللي غادي تكون اميليوري بزاف على النسخه ديال 2024. دونك هذا هو الموضوع ديالنا اليوم اون غرو. دونك نبداو ان شاء الله. بيان سور باش تكوني هذيك the woman you wanna be عندك بزاف ديال الستابس، بزاف ديال الخطوات الصغيره والمستمره اللي خصك تتبعيهم. واول خطوه هي انك تامني براسك. بيان سور الكونفيدنس او الثقه هي اساس كل شيء. بلا ايمانك براسك وبالقدرات ديالك على النجاح، الاحلام ديالك دريمز ديالك غتبقى مجرد افكار. تقدري ان البدايه تكون صغيره وتكون صعيبه عليك، سي فري، ديما البدايات ما كيكونوش ساهلين، ولكن consistency الاستمراريه والايمان، تكوني a believer على ان هذاك الشيء اللي انت باغا توصلي ليه غادي توصلي ليه. بيان سور هذا الشيء هو اللي كيدفعك انك تكوني ديما غادا وخدامه على الاهداف ديالك. انك تامني براسك واحد الحاجه اللي مهمه بزاف باش انك توصلي للاهداف ديالك. تاني خطوه هي انك تحددي الاهداف ديالك، تفيكسي واحد لي زوبجيكتيف ديالك اللي عندك. كل ما وضح الهدف ديالك كل ما كيسهل عليك الطريق اللي غادي تسلكيه باش انك تحققي هذاك الهدف ديالك. وهنا بغيتك انك تسولي راسك واحد السؤال ديال هو انا شنو باغا نحقق، انا شنو باغا نحقق من بعد هاد الاهداف هادو كاملين اللي حطيت. غنشوف لو بوت داكشي اللي باغا نوصل ليه، لوبجيكتيف اللي باغا نوصل ليه في الاخر. بيان سور هاد الاهداف غادي تكتبيهم وخصهم يكونوا اهداف محدده، اهداف اللي هما كلير باش تعرفي واش تقدري تقسميهم لخطوات صغيره قابله للتنفيذ. يعني غادي تشدي هادوك لي زيتاب غادي تكتبيهم كلير، ما يكونش فيهم زعما شنو كنقصد بكلير ان هادوك الخطوات خاصك تكتبيهم يعني ما يكونش فيهم تعقيد، تكتبي خطوات اللي هما ساهلين باش يسهل عليك انك تقسميهم وتنفذيهم. دونك هادو هما هذه هي الخطوه الثانيه ديال انك تحددي الاهداف ديالك. بيان سور الخطوه الثالثه هي انك تعاملي مع الفشل كانه درس. حنا عارفين باللي ما كاينش طريق كنسلكو باش نوصل لواحد الهدف بلا ما يكونوا فيه دي او اي دي با، كيكون الفوق وكيكون لتحت. يعني كيف ما كاين النجاح كاين الفشل، حنا هذا عارفينها. كل خطأ كيحمل رسالة، والفشل ماشي هو صافي النهاية ديال الطريق ديالك. ماشي فشلتي كيعني انك صافي غادي تحبسي وتهبطي يديك، لا. انما الفشل كيخلي انه يكون واحد الفرصة في هذاك الطريق اللي انت غادا تسلكيه باش انك تحققي هذاك الهدف ديالك. كيكون فرصة لانك طوري من هذيك الاستراتيجي اللي انت غادا بها، طوري من راسك باش تزيدي تنجحي اكثر. كل فشل هو درس، وكل فشل هو واحد النقطة ديال التحول من حاجة لحاجة. ملي كنفشل، ملي كنطيح وكنوض، كنتعلم من هذاك الفشل، كنتعلم من هذاك الشيء اللي درتو باش ما نعاودوش المره الاخرى. دونك هذا الفشل هذا هي واحد النقطه مهمه في الطريق ديال النجاح ديالك، اللي ضروري منها، ضروري خاص يكون الفشل باش انك تنجحي. دونك اللي غادي نقول لك هو ان ما تاخديش كل فشل كانه نهايه ديال الطريق ديالك، النهايه ديال داك البروسيسوس كامل اللي دوزتيه باش توصلي لوبجيكتيف ديالك. وما تهبطيش يديك مهما كان الفشل كبير صغير، ما تهبطيش يديك،
وكمّلي في الطريق ديال النجاح ديالك. bien sûr الخطوة الرابعة هي أنك تطوري من راسك، تطوري من المهارات ديالك ومن les connaissances ديالك، التعلم والتطوير المستمر. bien sûr حنا عارفين بلي كيصنع الفارق، يعني قد ما كنتي كتعلمي كل نهار حاجة جديدة وكتطوري من راسك كل نهار bien sûr غادي تكوني حسن وأحسن بزاف من النسخة اللي سبقات ديالك، حيت سواء عبر قراءة الكتب، عبر مشاهدة المحاضرات، les podcasts، الcourses، الدورات التدريبية، هاد الشي كامل ملي كدوزيه ضروري ما كيزيد فيك شي حاجة. أي مهارة تعلمتيها غادي تدخليها في هداك الطريق ديال النجاح ديالك، أي حاجة شديتيها جديدة غادي تعاونك بزاف سوا دابا سوا من بعد. يعني القضية ديال أنك تطوري من راسك هي واحد النقطة اللي مهمة حتى هي في الطريق ديال أنك تبدلي من راسك وتولي داك best version of yourself. حيت كل نهار كتزيدي واحد المعلومة جديدة، كل نهار كتزيدي كتطوري من راسك، كتزيدي واحد لو ليكسيك جديد لو ديكسيونير ديالك. دونك غتكون واحد النقطة اللي هي مهمة في أنك تكتسبي مهارات جديدة، وأنك ديما تكوني سابقة الآخرين بواحد النقطة بواحد الفارق. bien sûr الخطوة الخامسة هي أنك take care of yourself، اعتني براسك. حنا عارفين بلي الصحة النفسية والجسدية هي واحد الحاجة، واحد ليطاب اللي كتلعب دور بزاف في أننا نكونوا the best version of ourselves. كل ما كانت الصحة النفسية والجسدية ديالك مزيانة غادي تكوني غادة مزيان في الطريق ديال النجاح ديالك. دونك ديما حرصي على أنك نفسيا وجسديا تكوني مرتاحة. خدي وقتك ديال الراحة. الرياضة كتلعب دور بزاف في هاد النقطة هادي. إلا كنتي كتحركي وإلا كنتي كتمارسي واحد الرياضة وكان عندك واحد لا روتين، غادي بيان سور ما غاديش تملي، ما غاديش تحسي براسك راك فاشلة، وما غاديش تحسي براسك بلي راك عيانة، غتكوني ديما مرتاحة سوا مونطالمون سوا فيزيكمون بجوج. يعني الرياضة صراحة كتلعب واحد الدور اللي هو فيزيك ومونطال في أننا نكونوا مرتاحين. زيادة على ذلك لا ميديتاسيون، التأمل. عن تجربة شخصية لا ميديتاسيون كتخليني نرتاح قد ما كانوا عندي المشاكل، قد ما كنت ستريسي مع القراية مع الخدمة مع بزاف ديال الحوايج. ساعة وحدة ديال الميديتاسيون في النهار، ميم با نص ساعة ولا ساعة، شوفي نتي وشحال تقدري تبقاي، يعني نتي على حسب الوقت ديال الراحة ديالك. مي فريمون عن تجربة شخصية لا ميديتاسيون كتخليني نرتاح نخوي راسي، نحس براسي بأنني ما هزاش فوق طاقتي بزاف، وهذه واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف. بيان سور زيادة على الرياضة والتأمل خاصك تكوني في أفضل الحالات ديالك كل نهار، تكوني شاكرة، اللي كنقولوا لها هي تكوني grateful. being grateful for everything you have is the key. فريمون هي داك الساروت اللي كتخليك أنك تكوني مرتاحة. يعني كتفيقي كل نهار كتقولي الحمد لله اللي سيدي ربي كتب لي نهار جديد، الحمد لله اللي أنا بصحة جديدة، بصحة مزيانة كل نهار. هذه واحد الحاجة اللي هي زوينة بزاف. أنا شخصيا زيادة على لا ميديتاسيون الرياضة وهذا كنخلي حدايا واحد لاجوندا وستيلو، كل صباح كنوض كنكتب الحوايج اللي أنا ممتنة ليهم في النهار ديالي. نهار جديد، صحة مزيانة، والديا حدايا، خوتي حدايا، كنقرا، كلشي موفر ليا الحمد لله. دونك هذه واحد الحاجة اللي هي زوينة بزاف، انك تحمدي الله وتشكريه على كاع النعم اللي عندك، حتى هي كتخليك ترتاحي وكتخليك فواحد الكومفورت اللي هو رهيب جدا. كذلك الخطوة السادسة من هاد الخطوات هادو باش انك تكوني the best version of yourself هي انك تغيري العقلية ديالك وتغيري الطريقة ديال التفكير ديالك. change your mindset. الا كان عندك mindset اللي هو زوين وكتفكري باللي نتي ديما غادي تنجحي وديما غادي تكوني successful وديما غادي تكوني في واحد الطريق اللي هي مزيانة، قد ما كتوهمي subconscious mind ديالك اولا كتخليه يثيق باللي نتي غادا في طريق صحيحة، غادا في right way باش انك تحققي الاهداف ديالك. ما غيجي حتى واحد اللي غينتقدك، خاصك نتي تكوني عارفه وتكوني واعيه باللي
أن إلا جيتي وتسنيتي شي حد آخر لأنه غيصفق ليك وغيقول لك نوضي وخدمي وسعاي وديري وأنه يعاونك ويصلح لك حياتك، هادشي ما غيوصلكش. خاصك نتي تآمني براسك، نتي تقولي لراسك كل نهار بلي أنا قادرة ندير هاد الحاجة، أنا قادرة نخدم على الأهداف ديالي باش نوصل، أنا قادرة هاد الخطوات قادرة أنني كل خطوة نعطي فيها الباست ديالي والhard work نديرو كل نهار باش نوصل لداكشي اللي أنا باغا نوصل. سورتو الموضوع ديالنا اليوم هو أنني نوصل نكون the best version of myself. هادي واحد الحاجة اللي أنها بوحدها كتخليه دافع للنجاح ديالك. فما تسنيش شي واحد اللي غيصلح لك حياتك، حيت هادشي ما غيوصلك لتا شي حاجة. في أي لحظة خصك تحملي المسؤولية الكاملة ديالك على النجاح ديالك، و فريمون إلا درتي هادشي غادي تحسي بالتغيير، غتحسي بكل شي كيتبدل بالنسبة ليك، غتحسي براسك كل نهار غادا في الطريق الصحيحة، وكل نهار غيبدا يبانلك التغيير في راسك كل نهار. بيان سور في الخطوة ما قبل الأخيرة فهاد الخطوات هادو هي أنك تكوني انطوري بالناس اللي مزيانين. هادي واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف، تكوني انطوري بالناس اللي كيزيدو بك القدام، تكوني انطوري بالناس اللي كيشجعوك، الناس الداعمين ليك. أولهم العائلة ديالك، الإخوة ديالك، عاد من وراها الأصدقاء ديالك. اختاري الناس اللي دايرين بك بعناية، هذه واحد الحاجة اللي ماشي غير في الطريق ديال النجاح، هذه واحد الحاجة اللي خصها تكون عندك مهمة في حياتك كاملة. اختاري بعناية الناس اللي دايرين بك، اختاري بعناية الناس اللي كتصاحبي معهم. حتى لونطوراج فاميليال ديالك خاصك تعرفي الناس اللي كيزيدوا بك القدام والناس اللي ما كيزيدوش بك القدام، الناس اللي كيطلعوا منك والناس اللي كيهبطوا من القيمة ديالك. خاصك تكوني واعية بهادشي وواعية بالناس اللي دايرين بك، حيت إلا دورتي راسك بناس مزيانين طموحين داعمين وملهمين ليك، غادي يدفعوك للتفكير بشكل أكبر، غادي يدفعوك للتطوير بطرق عمرك ما تخيلتيها، غادي يعطيوك الإلهام وغادي يعطيوك لا كرياتيفيتي باش أنك تكوني كرياتيف في هذيك الطريق ديال النجاح ديالك وتبدلي من راسك. هذه واحد الحاجة اللي فريمون زوينة بزاف. فأنا كنصحكم كاملين أنكم تختاروا بعناية لونطوراج ديالكم والناس اللي كتصاحبوا معاهم، الناس اللي كتهضروا معاهم. أي واحد دخل لحياتكم خاصكم تكونوا عارفين وتكونوا واعين وتقولوا مع راسكم واش هاد الإنسان هذا غادي يزيد بيا القدام ولا غادي يرجعني اللور، واش هاد الإنسانة ولا هاد الإنسان غادي يدعمني ولا لا. آخر إيتاب في هاد لي زيتاب هادو، في هاد الخطوات هادو، في هاد ستيبس باش أنك تكوني the best version of yourself, the woman you wanna be، أنك تخلصي من القلق ومن داك التفكير ديال تقارني راسك بالاخرين. في هاد العصر هذا حنا عارفين باللي مع لي ريزو سوسيو، مع هادشي اللي ولينا كنشوفو صعيب بزاف انك تكوني زعما عندك واحد الاستقلاليه براسك وانك ما تقارنيش راسك بالاخرين. كنشوفوا بنيتات صغار كيتاثروا بزاف ديال الحوايج، كنشوفوا بزاف ديال الناس كيتاثروا بداكشي اللي كيشوفوا في لي ريزو سوسيو. دونك من السهل انك تقارني راسك بالاخرين وسورتو في لي ريزو سوسيو. داكشي علاش انا كنصحكم انكم اي بنت غادي تدخل الانستغرام ديالها ولا تيك توك ديالها وغادي دير واحد لو ترياج، واحد لو ترياج، ما لقيتش الكلمه بالعربيه صراحه، مي فريمون غادي تعزلي الناس اللي مزيانين، الناس اللي متبعاهم اللي غادي يعطيوك الالهام ولا كرياتيفيتي. سي سامبلابل ليطاب اللي قبل من هادي ديال انك تكوني محاطه بالناس اللي داعمين ليك، غير هما هادوك الناس قرب ليك. هاد الفرق اللي كاين هنا في هاد ليطاب هادي هي ان هاد الناس هادو اللي انت غادي تقارني راسك بهم، غادي تختاري الناس اللي غادي تقارني راسك بهم اللي هما ديجا غاديين معاك في نفس البروسيسوس، يعني حتى هما كيطمحوا يكونوا the best version of themselves. يعني بحال مثلا واحد لانفلونسوز ما كدير حتى شي حاجه غير انها كتصور دي فيديو كتغني، كتصور دي فيديو فيهم دي توتو ميك اب وما عمرها ما حاولت انها دير واحد المحتوى اللي هو كيعطي للناس واحد النظره اللي هي ديال التغيير ديال لا كرياتيفيتي، شي حاجه اللي كتزيد بالناس القدام.
غادي تاخدي الانستغرام ديالك ولا التيك توك ديالك ولا لو ريزو سوسيال اللي كنتي كتدخلي ليه بزاف وكتستعمليه بزاف، وغادي تنقصي من هاد الناس هادو اللي ما كيفيدوك بحتى شي حاجه، اللي غير كيضيعوا لك الوقت ديالك. حيت فريمون الا بقيتي غير حاضي هاد الناس هادو غادي تحسي براسك بلي نتي فواحد النقطه اللي ما كتزيديش فيها، اللي ما كتحركيش. غتحسي براسك بلي الاخرين اللي دايرين بيك كيحققوا بزاف ديال الحوايج اللي انت كان بامكانك تحقيهم، كان بامكانك تسبقيهم ولا تكوني غاده معاهم في نفس لو با، ولكن كتلقاي راسك هما كيزيدوا وانت ما كتزيديش. الا كان كل شخص الرحلة ديالو خاصة، فانت خليتي انت الرحلة ديالك خاصة في هاد التغيير هذا، وخلي راسك تكوني محاطة بالناس اللي مزيانين وكتبعي ناس اللي المحتوى ديالهم مزيان وغادي يزيد بك القدام. خاصك تقيسي النجاح ديالك والتقدم ديالك بناء على التطور ديالك الشخصي. الا كنتي نتي ما كتطوريش، عرفي راسك بلي ما غتزيديش مزيان، ما غتقدميش مزيان في هذيك الرحلة ديال التغيير ديالك. هنا كنكونوا سالينا الموضوع ديالنا ديال اليوم. بغيت نقول لكم حاجه وحده، باللي الا كل وحده فينا عرفات داكشي اللي كتستحق وداكشي اللي كتستاهل، كونوا متاكدين ان حتى شي حاجه ما غادي توقفها، ان حتى حاجه ما غتستوبيك انك تزيدي القدام وتخدمي على راسك بزاف. هكا بنات غادي نكون وصلنا للنهايه ديال البودكاست ديالنا اليوم. نتمنى انني نكون فتكم ولو بشي حاجه صغيره هذا البودكاست هذا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، سبسكرايب، وخليوا لي الاراء ديالكم الا عجبكم هادشي اللي كنحط في القناه. خليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، سواء بوزيتيف سواء نيجاتيف. خليوا لي الاراء ديالكم كيف جاكم هادشي، والا بغيتوني نهضر على اي موضوع خليوه لي في لي كومونتير، اكيد كنقرا لي كومونتير واكيد غنشوفهم وغنجاوب عليهم. Love you so much and see you in the next video. Bye.